مشروع الايتام في مصر دلوقتي لازم تعرف حاجه، ان اليتيم اما بيجي عنده 18 سنه ولا حاجه بيتقال له ايه، اتفضل يا باشا انت بقيت راجل كبير تقدر تعتمد على نفسك سواء راجل او ست، وده صعب جدا بالنسبه لاي حد في الزمن اللي احنا فيه. طيب ايه المشروع اللي يقدر يحل مشاكل اليتم كلهم؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه هنعملها ان هنعمل صندوق. الصندوق ده بيعمل ايه؟ اي تبرعات لليتم في اي مكان هيتاخد منها 10%. ال 10% دي هتبقى للمشروع. طب هو ايه المشروع؟ المشروع سكني. يعني ايه؟ يعني انا هاخد الفلوس دي وهعمل بيها مشروع سكني لليتم لما يعدوا السن القانوني. هل بقى هنديلهم الشقق اول ما يعدوا السن القانوني؟ لا، الكلام ده مش هيحصل. الموضوع اعقد من كده بشويه، فتعال اصبر معايا عشان تفهم الليله. بص يا معلم، دلوقتي اول حاجه هتتعمل، احنا هنقول ان احنا هنعمل دلوقتي مشروع لبنى المساكن لليتم، وعاوزين الشركات اللي بتعمل بنى يقدموا، بس مش هيقدموا في اظرف مغلقه، هيقدموا علني. ليه؟ عشان نشوف الحاجات في يعني الديزاينز، ونشوف الفاسيلتيز اللي هياخدوها، الشقه كام متر، الملاعب لو في ملاعب كوره، ايا كان اي حاجه هيقدموها خير. تمام؟ فده عشان الناس تعرف عن الموضوع ويقدروا يتبرعوا، فالطلعه الاولانيه يبقى فيها فلوس كويسه. طيب وبعد كده هيحصل ايه؟ كل الفلوس بقى اللي هي ال 10% من كل التبرعات هتتجمع لنفس المشروع. بس اول ما الولد هيتم ال 18 مش هياخد الشقه، هيروح على شقه اسمها الشقه التجريبيه، هتبقى في نفس المنطقه في نفس كل حاجه، بس اللي هيحصل فيها حاجه مختلفه. هيبقى معاه واحد مدني طبيعي، ممكن يبقى انا، ممكن يبقى واحد تاني، حد بس بيفهم يعرف يعيش لوحده. ليه؟ عشان يعلمه لمده سنه كامله ايه يجيب الحاجه منين، يعتمد على نفسه ازاي. ما هو قبل كده في الدار رعايه الايتام كان في ناس بتساعده، بس عمره ما اتعرض ان هو يعيش لوحده مره واحده. وتاني حاجه عشان يعتمد يفهم ان ليه اخ اكبر، ويعني ايه احساس الاخ الاكبر اللي هيبقى معاه لمده سنه كامله. واول بعد ما السنه دي تخلص الراجل ده هيمشي وهو هياخد شقته؟ لا، لسه برضه هيجي له واحد بقى من اليتم اللي هو ايه، جت السنه بتاعته، هيعلمه لمده سنه. ليه؟ عشان يتعلم برضه ان هو يبقى اخ اكبر لحد. ودي بتعمل ترابط انت مش متخيله. اما تعيش مع حد سنه انت بقى اخوك لمدى العمر، ودي حاجه كويسه جدا. طيب وبعد كده هيحصل ايه؟ هيقدر ياخد شقته. طب ما كده برضو ما بيشتغلش وما عندوش اي حاجه يقدر يعملها. ما احنا المساكن دي هيبقى فيها حاجات، محلات اكل، محلات لبس، واي مشاريع ينفع تتفتح. بس هل المشاريع دي هياخدوها ببلاش؟ لا لا لا، مش هيحصل كده. اللي هيحصل ان احنا عاوزين المجتمع يتفاعل معاهم. فهيحصل ايه؟ هو خلاص بقى بني ادم دلوقتي عنده 19 سنه ولا 20 سنه، راجل كبير محترم، نقدر ايه، هيئه الاستثمار تظبط له مشروع صغير، بس المشروع ده هيجي له الانفستمنت او الاستثمار بتاعه من الناس العاديه. يعني ايه؟ يعني انا وانت وحد تاني، انا عاوز انفست مثلا ب 10000 جنيه، ب 50000 جنيه، ب 100000 جنيه، وفي نفس الوقت انا هيجي لي عائد منها. ده مش تبرع، ده انفستمنت. بس المشروع ككل لازم هيتاخد منه 10%. ال 10% دي لنفس مشروع البنى. ليه؟ للناس اللي جايه بعد كده، عشان المشروع يصرف على نفسه. فهو اتساعد وهيساعد الناس عادي جدا كبشر. طيب بس ده برضو ما بيحلش مشاكل البنات. ليه؟ لان البنت غير الولد، بالذات اليتيمه. البنت اليتيمه اول ما بتخرج من اسمه ايه ده، دار رعايه الايتام، في ناس كتيره قوي عاوزين منها حاجه، مش زي الراجل. يعني الراجل انت سيبه في الشارع محدش هيكلمه، مفيش اي حاجه، هو اللي هيقعد يجري عشان يجيب فلوس، عشان يقف سايس، عشان يعمل اي جريمه عشان يجيب فلوس. لكن الست لا، هي مجرد طلوعها في الشارع ده هي عندها اللي تديه كتير قوي، والف من هيجري وراها عشان ياخد منها حاجه، وهي معهاش تحمي نفسها ومحتاجه الفلوس. فاحنا موضوع الشقق والسكن ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للستات. وهندي لهم بونص. ايه البونص؟ انت لو انا شايف الجواز دايما ستره. لو هي هتتجوز واحد من اليتم في نفس المنطقه دي، هناخد منك الشقه بتاعتك وهيبقى ليكي نص الشقه بتاعته، وهندي لكم انتوا الاثنين محل. فانت ساعتها اما يجي انفستمنت، اما يجي واحد مستثمر هيستثمر في المحل ده اللي احنا اديناه لك، انت معاك مبدئيا ان انت هتشتغل، وتاني حاجه معاك المحل. فانت معاك 50% من المشروع او 60% من المشروع، مش زي واحد سنجل لوحده ممكن يبقى معاه 20% على حسب مجهوده وحسب الشغل ده هيكلف قد ايه and so on. ليه؟ وده هيئه الاستثمار ممكن تبقى متوليه الموضوع ده. ده هيبقى عائد مادي للشباب، وفي نفس الوقت هيبقى عائد اسمه ايه ده، للناس اللي بتنفست. اوكي؟ وفي نفس الوقت تشاريتي اللي هو خير بتعمله لليتم، وكمان دخلتهم وسط المجتمع كناس عامله وبتنتج. يعني انتوا مش متخيلين ده مهم قد ايه، لان الناس دي فعلا حياتهم بتبقى سودة، واللي بيحصل فيهم بيبقى صعب. انت بتشوف اليتيم من وهو كان طفل، والله عيل صغير بيبقى بيحضن اي الناس، ولغايه اما بيكبر بيبقى مش طايق حياته وبيدور على اي جريمه يعملها.
هو نفس الشخص، انت بتشوف التدرج ده على مدار سنين. فالموضوع ما بقاش سهل على الناس اللي هي ليهم اهالي، فما بالك بواحد ما عندوش اهل. اوكي، والرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا استوصوا بايه؟ باليتيم. فده مشروع هيدخل فلوس للناس وهيدخل فلوس لليتيم وهيشيل العبء من على الدوله بكتير جدا، وفي نفس الوقت هيبقوا ناس منظمه وناس تقدر تعمل حاجه للمجتمع. انا شايف ان المشروع ده مهم جدا ولازم يتعمل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لو في حد انترستد لو سمحتوا، ده حاجه انا شايفها ان هي المفروض تعمل لها شيرنج، عشان لو في انفستور او عنده شركه مثلا يعني عثمان احمد عثمان ده راجل عنده كونستراكشن كومباني، لو عاوز يتبرع هيتبرع بتيم 5 6 من الناس المحترمين اللي هم بجد بيعرفوا يشتغلوا، مش هيتبرع بناس ما بتعرفش تشتغل. ياخدوا المشروع ده من اوله لاخره، من الارض هتتاخد فين، من الانفراستراكشر اللي هي الكهرباء والميه والنور داخلين هناك ولا لا، بالبنى والاوبتمايزيشن بتاع البنى بحيث ان هو يبقى حاجه محترمه. لا الناس دي بعد فتره هتبقى محتاجه ان هي تكبر، فالارض اللي جنبها لازم تبقى فاضيه. لا دول محتاجين محل بلاي ستيشن عشان عاوزين يلعبوا بلاي ستيشن، لا دول عاوزين ملعب كوره. الناس كبرت وخلفت بقى عاوزين مدارس، فبقى في مدرسين منهم اتعلموا وبقوا مدرسين يشرحوا في المدارس دي. دار رعايه الايتام لازم يبقى هناك. ليه؟ عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي هيحصل لها بعد ما تتم سن معين كرحله، يبقى بيروح بيشوف ايه اللي هيحصل وحياته هتبقى عامله ازاي. ده هيديله امل في المستقبل. العيال دلوقتي اول ما بيتم 10 12 سنه بيبتدي يفهم ان هو لا، هو ما عندوش امل في المستقبل. انت بتديله امل ان هو اشتغل، اتعب، ابقى كويس، ذاكر، هنديك ان شاء الله شقه وشغل وان شاء الله هتعرف تتعامل، الموضوع هيكبر. ووجهه نظري ان ده المفروض يتعمم على مصر كلها بالنسبه لليتم، لان اليتم دول ناس فعلا ضعيفه يا جماعه، استوصوا بيهم بجد. يعني ده وجهه نظري. وما تبقاش تبص على واحد مجرم وانت ما تعرفش حياته من وهو صغير كان عامل ازاي واتعلم ايه وتعرض لايه. الاكل صعب بالنسبه لهم، فانت يا باشا ركز بس ان ده مشروع والله لليتيم. السلام عليكم.